إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نستعرض فيه الجزء الأول من مقال الباحث في الشؤون الإفريقية أحمد السقا حول التوترات بين أثيوبيا وجيرانها، والذي نشرته مجلة قراءات إفريقية في 12 سبتمبر الماضي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. جبهة تحرير شعب تيغراي تقيل رئيس إدارة الإقليم المؤقت من منصبه، والسلطات في أديس أبابا تعين رئيسا جديدا للبلاد. نائب قائد الجيش السوداني يتعهد بمواصلة القتال ضد الدعم السريع، واليونيسيف تزود السودان بأكثر من 1,400,000 جرعة من لقاح وباء الكوليرا الذي اجتاح البلاد. والصومال يتخذ قرارا بنشر وحدات عسكرية على حدوده مع أثيوبيا لمنع تهريب الأسلحة غير المشروع. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قامت جبهة تحرير شعب تيغراي بقيادة الدكتور دبراتسيان جبريميكائيل بإقالة جيتاتشو ردا من منصب رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بيان صدر يوم الاثنين إنها عزلت أيضا 5 أعضاء آخرين في الحكومة و2 من حكام المقاطعات. وذكر البيان بأن الجبهة تجري محادثات مع الحكومة الفيدرالية لتعيين رئيس جديد مؤقتا خلفا لجيتاتشو ردا. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد قامت في منتصف سبتمبر الماضي بطرد 16 من أعضاء القيادة، بما في ذلك جيتاتشو ردا، على إثر خلافات بينية. وتتصاعد توترات الانقسامات السياسية بين معسكري الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مما يهدد بإغراق الإقليم الذي مزقته الحرب في مشاكل أسوأ وأكثر تعقيدا. وفي الشأن الأثيوبي أيضا، ذكرت وسائل إعلام رسمية بأن السلطات في أديس أبابا أطاحت برئيس البلاد سهل ورق زودي التي تتولى المنصب منذ أكتوبر عام 2018. وأضافت تلك الوسائل بأن وزير الخارجية تاي أصقا سلاسي تم تعيينه رئيسا للبلاد خلفا لسهل ورق زودي. ويرى المحللون أن الإطاحة جاءت على خلفية تغريدة لها قبل أيام لاقت رواجا كبيرا بين الأثيوبيين في وسائل التواصل، ذكرت فيها عدم ارتياحها لأوضاع البلاد دون ذكر تفاصيل لذلك، بينما يرى البعض أن التغريدة جاءت بناء على علمها المسبق بقرار تنحيتها من المنصب. قال شمس الدين كباشي نائب قائد الجيش السوداني إن الجيش السوداني عازم على مواصلة العمليات القتالية حتى تطهير كل شبر من أرض الوطن من الدعم السريع وتحقيق النصر الكبير حسب تعبيره. جاء ذلك أثناء مخاطبته الاثنين لجنود من الجيش السوداني في منطقة جبل موية في ولاية سنار جنوب شرق البلاد في خطاب تعبوي بعد تمكن الجيش من استرداد منطقة جبل موية الاستراتيجية، وذلك بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على المنطقة في 25 يونيو الماضي. وتنبع أهمية منطقة جبل موية من كونها تربط بين ولاية النيل الأبيض والجزيرة بولاية سنار، وأدى سيطرة الدعم السريع عليها إلى عزل الولايات الثلاثة عن بعضها، وإلى قطع الطريق البري الرابط بين ربك حاضرة النيل الأبيض وولاية سنار، والطريق الترابي الذي يربط سنار بولاية الجزيرة عند منطقة المناقل. وفي الشأن السوداني أيضا،
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بأنها زودت السودان ب1,400,000 جرعة من اللقاحات المضادة لوباء الكوليرا الذي شهد انتشارا واسعا في البلاد منذ أغسطس الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 20,000 آخرين حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية. أعلن الصومال أنه قرر نشر وحدات عسكرية على حدوده مع أثيوبيا بغية الحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة. وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إن الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لتعزيز الأمن الوطني ومنع تداول الأسلحة في أيدي أفراد غير مرخص لهم. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مقر وزارة الخارجية في مقديشو التزام الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة ضد المتورطين في تهريب الأسلحة، وتعهد بأن يواجه جميع الأفراد بمن فيهم السياسيون الذين يتورطون في هذه الأنشطة غير القانونية بعواقب وخيمة. تجدر الإشارة إلى أن الصومال كان قد اتهم في وقت سابق أثيوبيا بتهريب الأسلحة إلى الصومال عبر إقليمي أرض الصومال وبونتلاند. وجاء قرار إعلان نشر وحدات عسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة عقب توتر العلاقات بين البلدين على خلفية توقيع أثيوبيا مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال بشأن الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشر الإخباري لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج نستعرض لكم فيما يلي الجزء الأول من مقال الباحث في الشأن الإفريقي محمد السقة حول التوترات بين أثيوبيا وجيرانها، وهل تنتهج أثيوبيا سياسة الهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية أم أنها تنتهج سياسات خارجية عدائية مع جيرانها، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم للشأن الأثيوبي. فإن المتابع للشأن الأثيوبي منذ تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء يلحظ حالة متزايدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الشأن الداخلي الأثيوبي، مصحوبة بشيء من الفوضى والعنف. فأبي أحمد وبعد رفع القيود عن الجماعات المعارضة والحركات المسلحة والسماح لقادتها بدخول البلاد بعد رفعها من لائحة الإرهاب والشروع في علاقة حسن الجوار مع جيران أثيوبيا، وقيامه بدعوته الجريئة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى طي صفحة الخلافات القديمة وبدء صفحة جديدة بعد عقدين من المقاطعة بين البلدين إثر الحرب الضروس، استبشر به الأثيوبيون خيرا إلى حد ما بالرغم من الغموض الذي اكتنف عملية السلام الإريترية الأثيوبية. لكن تلك المبادرة التي اعتبرها البعض بالمبادرة الشجاعة أوصلت الرجل إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام في العام 2019، وبعدها سرعان ما قلب أبي أحمد ظهر المجن لشركائه الذين كان لهم دور كبير وملحوظ في دعمه للوصول إلى السلطة، والذين بدأوا يتذمرون من سياسات الرجل للتمسك بالسلطة، وعلى رأسهم الناشط السياسي صاحب القاعدة الشبابية العريضة في قومية الأورمو محمد جوهر، الذي اتهم أبي أحمد صراحة بسعيه للتشبث بالسلطة في إطار نهج ديكتاتوري جديد. ولم يتوانى أبي أحمد في اعتقال جوهر محمد بتهمة قتل شرطي في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المغني هوجال هسالو ذي الشعبية العريضة والذي ينتمي لقومية الأرمو، لتتوالى بعد ذلك الاحتجاجات وترتفع الأصوات المعارضة له ولقراراته في البلاد، متهمة إياه بمحاولة إقصاء خصومه السياسيين وتكريس السلطة في يده، لتستمر بعد ذلك التوترات والاضطرابات في مناطق مختلفة من أقاليم هذا البلد، التي ما أن تخمد نارها في منطقة إلا وتشتعل في منطقة أخرى، بل إن هذه الاضطرابات أصبحت تتجاوز حدود الجغرافيا الأثيوبية إلى دول الجوار. ورأينا كيف أن الاستفزازات الأثيوبية طالت سيادة الدولة الإريترية في ادعاءات أبي أحمد ونخب أثيوبيا وبالذات حزب الازدهار
بأحقية أثيوبيا التاريخية في البحر الأحمر وتسريب خريطة أثيوبيا مضمنة خارطة إريتريا بشكل متعمد في وسائل الإعلام لينتهي بها المطاف لتوقيع المذكرة المعروفة مع إقليم أرض الصومال مطلع يناير الماضي. فهل تنتهج أثيوبيا سياسة الهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية أم أنها تنتهج سياسات خارجية عدائية مع جيرانها؟ حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض لكم في حلقة اليوم وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي الجزء الأول من المقال الذي كتبه محمد السقا الباحث والمختص في الشأن الإفريقي والذي تم نشره في مجلة قراءات إفريقية في 12 من سبتمبر الماضي. نتابع سويا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. يقول الباحث محمد السقا: تعهدت السياسة الخارجية الأثيوبية بتوسيع نفوذ البلاد والالتزام التام بالقومية الإفريقية وتعزيز دورها البارز في الشؤون الإقليمية والقارية والعالمية. وتعهد صناع السياسة في أثيوبيا بالالتزام باحترام سيادة دول القرن الإفريقي خاصة دول الجوار المباشر. لكن بعد فترة وجيزة لم تحقق السياسة الخارجية لأثيوبيا تلك التعهدات، وانقلبت فجأة أهداف السياسة الخارجية لأثيوبيا لتصبح مصدرا للتوتر داخل القرن الإفريقي، بل وأصبحت أحد المهددات لأمن وسلامة دول الجوار المباشر، بل وهددت سيادة الدول. توترت العلاقات بين الصومال وأثيوبيا بعد اتفاق الأخير وأرض الصومال بالحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال، وما نتج عن ذلك من توتر في العلاقات السياسية بين أثيوبيا والصومال. ولم تكتفي أثيوبيا بتوتر العلاقات مع الصومال، بل استغلت الصراع السوداني في محاولة إعادة الخلافات على إقليم الفشق السوداني. وقد تم تسجيل اعتداءات من قبل الجيش الأثيوبي داخل إقليم الفشقة، وذلك بالإضافة إلى التوتر الناتج عن إنشاء وملء سد النهضة الذي أدى إلى توتر سياسي بين دول حوض النيل خاصة دول المصب. وتجددت التوترات على الحدود السودانية نتيجة حرب الفانو. وأخيرا توترت العلاقات السياسية مع إريتريا نتيجة للسياسات التوسعية الأثيوبية بالإضافة إلى الخلافات الحدودية بين البلدين. وبالرغم من محاولة الحكومة الأثيوبية تحقيق نهضة وتقدم للشعب الأثيوبي، إلا أنها تغض الطرف بشكل متعمد عن المحاولات الانفصالية للأمهرة ومن قبلها التجراي التي تم مناهضتها بالقوى العسكرية، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل الجيش الأثيوبي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنتهج أثيوبيا سياسة الهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية أم أنها تنتهج سياسات خارجية عدائية مع جيرانها؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وبالنظر لتلك التوترات المتعددة نجد أن السياسة الداخلية لأثيوبيا لها تأثير قوي على السياسة الخارجية، وقد تأثرت السياسة الخارجية بالصراعات الداخلية المتكررة. ونظرا لأن أثيوبيا تحتاج إلى هدف يوحد الشعب الأثيوبي متعدد العرقيات على تحقيقه وينحي الخلافات الداخلية جانبا، يسعى صناع السياسة الخارجية الأثيوبية لإيجاد عدو خارجي يوحد صفوف العرقيات لمحاربته وتحقيق المصلحة الوطنية لأثيوبيا. وفيما يلي نستعرض التوتر بين أثيوبيا ودول الجوار. أولا، إيقاف الرحلات الجوية إلى أسمرة وتوتر العلاقات الأثيوبية الإريترية. عادت العلاقات الأثيوبية الإريترية للتوتر مرة أخرى، ووصلت لإيقاف رحلات الطيران التي تعتبر أحد رموز السلام بين البلدين. وقد شهدت العلاقات الأثيوبية الإريترية توترات سابقة أدت إلى حرب حدودية، إلى أن اتفق الطرفان على السلام في عام 2018. لكن الانسجام بين العلاقات لم يدم طويلا، وذلك نتيجة الموقف الأخير لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الذي يسعى لإيجاد منفذ بحري دون النظر إلى المصلحة المتبادلة مع الدول، وذلك بسبب الضعف الاقتصادي والديمغرافي والأمني الذي فرضه وضع الدولة غير الساحلي. ونتيجة لذلك
تسعى القيادة السياسية إلى الحصول على ميناء على سواحل البحر الأحمر، مع اعتبار ذلك مسألة وجودية بالنسبة للدولة الأثيوبية. جاء ذلك في خطاب رئيس وزراء أثيوبيا أمام البرلمان الأثيوبي، ألقى فيه باللوم على جبهة تحرير شعب تيغراي التي سمحت بحصول إريتريا على استقلالها، كما سلط الضوء على مدى أهمية البحر الأحمر بالنسبة لأثيوبيا، في إشارة للدول الثلاثة إريتريا والصومال وجيبوتي، الأمر الذي قوبل برفض دولي، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل ودعوى صناع السياسة الأثيوبية للحفاظ على سيادة الدول. وقد زاد ذلك التوتر في العلاقات بعد اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى حالة الحرب التي شكلت فيها أثيوبيا وإريتريا حلفا عسكريا ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الذي اعتبرته كلتا الدولتين عدوا مشتركا يهدد أمن وسلامة الدولتين. ولكن ذلك الصراع خلق خلافات تكتيكية واستراتيجية بين صناع السياسة في الدولتين، فقد قرر صناع السياسة الأثيوبيين إحلال السلام مع جبهة تحرير شعب تيغراي ضد رغبة أسياس أفورقي الرئيس الإريتري، وذلك لأن الأخيرة استجابت مرغمة للحفاظ على توازنات القوة في المنطقة. وقد ألقى أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي باللوم في تعطيل السلام على الحكومة الإريترية في خطوة تصعيدية ضد إريتريا. استمر التصعيد بين الدولتين إلى أن وصل التصعيد بإشارة مصادر عسكرية إريترية إلى أن البلاد تستعد لعمل عسكري ضد أثيوبيا، وذلك نتيجة حشد قوات أثيوبية بالقرب من الحدود التي تبعد 100 ميل عن العاصمة أسمرة، وتنذر طبيعة قادة كلتا الدولتين إلى احتمال الحرب. ويعتبر أبي أحمد نفسه مسؤولا عن نهضة أثيوبيا بغض النظر عن مصالح الجانب الآخر والتي قد يحققها باستخدام القوى المسلحة. أما أسياس أفورقي فهو معروف بكونه دكتاتورا يميل إلى الصراع العنيف للحصول على مصالح الدولة. أدى التوتر المستمر بين البلدين لإيقاف الرحلات الجوية الأثيوبية إلى أسمرة، والتي تم استعادتها منذ سنوات بعد توقف دام لأكثر من 20 عاما. وتعتبر الرحلات الجوية أحد مظاهر السلام بين البلدين، إلا أن الخطوط الجوية الأثيوبية أوقفت رحلاتها إلى أسمرة في خطوة تصعيدية بين البلدين. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الأثيوبية أنها توقفت نتيجة ظروف تشغيلية صعبة، إلا أن الحكومة الإريترية وجهت العديد من الاتهامات بانتهاك حقوق الركاب الإريتريين دون تقديم دليل على ذلك. وقد صرحت هيئة الطيران المدني الإريترية بأنها ستحظر الخطوط الجوية الأثيوبية اعتبارا من 30 من سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة سرقة أمتعة الركاب بشكل ممنهج ومنظم، إلى جانب ارتفاع الأسعار مقابل ضعف الخدمة. ونتج عن ذلك تجميد أموال الشركة ومنع نقلها إلى أثيوبيا كخطوة تصعيدية جديدة في العلاقات السياسية بين البلدين. ويبدو أن الأمر يتجاوز صعوبات تشغيل أو مخالفات من شركة الطيران إلى الحد الذي يصل إلى فقدان القنوات الدبلوماسية التي من شأنها حل مشكلات تعتبر بسيطة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنتهج أثيوبيا سياسة الهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية، أم أنها تنتهج سياسات خارجية عدائية مع جيرانها؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثانيا، الاعتراف الأثيوبي بأرض الصومال والعلاقات الأثيوبية الصومالية. أثيوبيا دولة حبيسة تسعى للحصول على أحد الموانئ على البحر الأحمر، فقد صرح رئيس الوزراء الأثيوبي أن الحصول على منفذ بحري هو أمر وجودي بالنسبة للدولة الأثيوبية، مما دفع أثيوبيا لعقد اتفاق مع أرض الصومال بشأن الحصول على منفذ بحري مقابل منح أثيوبيا أرض الصومال أول اعتراف دولي، الأمر الذي أدى إلى اعتراض من قبل الصومال، ووصف ذلك بأنه عمل عدائي في حق الصومال. وتدخلت تركيا ذات العلاقات الوطيدة مع أثيوبيا والصومال في محاولة لحل الأزمة، إلا أن وزيري خارجية الصومال وأثيوبيا رفضا الجلوس إلى طاولة المفاوضات معا. زادت أثيوبيا من توتر العلاقات الدبلوماسية مع الصومال بعد زيارة وفد برئاسة وزير مالية بونتلاند بعد أمر الحكومة الصومالية بإغلاق القنصليات في كل من أرض الصومال وبونتلاند، مما دفع حكومة الصومال إلى إبلاغ السفير الأثيوبي بمغادرة الصومال خلال 72 ساعة،
وإغلاق القنصليات في كل من هرقيسة وقروي على ضوء التدخل الأثيوبي في الشأن الداخلي الصومالي. ونتيجة لتوتر العلاقات بين الصومال وأثيوبيا، أصدرت الصومال قرارا بطرد القوات الأثيوبية من أراضيها، والتي يبلغ عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي أثيوبي متمركزين في عدة مناطق صومالية نتيجة اتفاق ثنائي بين البلدين، حيث صرح مستشار الأمن الصومالي بأنه لا يجب أن تكون أثيوبيا حليفة وفي الوقت ذاته معتدية. كما صرحت الصومال أن القوات الإفريقية التي ستكون موجودة في الصومال بعد خروج قوات حفظ السلام الحالية لن تضم أثيوبيا، نظرا للعمليات العدائية التي تعرض سلامة الصومال واستقلالها السياسي للخطر. تزداد التهديدات الأمنية في الصومال مع قرب انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقي أتميس بنهاية 2024، وبعد قرار الصومال بإنهاء الوجود العسكري الأثيوبي على أراضيها، ازدادت المخاوف من نشاط تنظيم حركة شباب المجاهدين في الصومال التي أخذت في التنامي فعليا مع خروج العديد من قوات أتميس من الصومال والتوترات التي يشهدها البحر الأحمر، مما دفع الصومال للبحث عن بديل يوفر الأمن للبلاد، فقد توجهت إلى اتفاقية إطارية مع تركيا توفر بموجبها التدريب والمعدات البحرية، واتفاقية دفاع مشترك مع مصر، ووفرت مصر من خلالها معدات عسكرية، وأرسلت قوات للعمل على حفظ السلام الداخلي في الصومال بناء على طلب سترسله مصر للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي أثار حفيظة أثيوبيا على خلفية التوترات بين مصر وأثيوبيا نتيجة مماطلة أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة وإصرارها على الموقف المتعنت تجاه مياه النيل. اتخذت أثيوبيا أحد أخطر الخطوات التصعيدية ضد الصومال بتعيين سفير لدى أرض الصومال بتاريخ 24 من أغسطس الماضي، وقد سبق الإعلان عن ذلك من قبل رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبده في مايو من العام نفسه بمناسبة احتفال أرض الصومال بالذكرى 33 على استقلال أرض الصومال. وتأتي هذه الخطوة كأول اعتراف دولي بأرض الصومال مهددة سيادة الصومال على أراضيها، وتمنح أرض الصومال الاعتراف الدولي الذي ينقصها لاكتمال أركانها كدولة ذات سيادة في المنطقة، ويؤدي ذلك إلى المزيد من التوترات واحتمالية نشوب عمليات عدائية بعد حشد أثيوبيا لقواتها على الحدود الصومالية بين الصومال وأرض الصومال وأثيوبيا، حيث أدانت أرض الصومال التعاون العسكري المصري الصومالي بإعاز من القيادة الأثيوبية، ليزيد ذلك من التوترات السياسية التي تسببها أثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات من استعراض المقال، على أن نستكمل وإياكم ما تبقى منه في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله، وإلى ذلكم الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج أفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. جبهة تحرير شعب تيغراي تقيل رئيس إدارة الإقليم المؤقت من منصبه، والسلطات في أديس أبابا تعين رئيسا جديدا للبلاد. نائب قائد الجيش السوداني يتعهد بمواصلة القتال ضد الدعم السريع، واليونيسيف تزود السودان بأكثر من 1,400,000 جرعة من لقاح الكوليرا الذي اجتاح البلاد. والصومال يتخذ قرارا بنشر وحدات عسكرية على حدوده مع أثيوبيا لمنع تهريب الأسلحة غير المشروعة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.